قائمة الأهلي لمباراة إنبي في الدوري. يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكر مساء اليوم السبت عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة إنبي غدا الأحد في تمام الساعة 8 مساء ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ومن المقرر أن يختار عماد النحاس المدير الفني المؤقت الذي تولى المهمة عقب رحيل الأسباني خوسيه ريبيرو قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق، وتشهد عودة مروان عطية وإمام عاشور وياسين مرعي، بينما يستمر غياب الثلاثي ياسر إبراهيم وأشرف داري ومحمد شكري للإصابة، فيما سيحسم موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق من التواجد ضمن القائمة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية مؤخرا. وهناك منافسة قوية تجري في دفاع الأهلي بين الثلاثي أحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي ومصطفى العش للحصول على مقعدي قلب الدفاع أمام إنبي، ونفس الأمر بين محمد شريف وجراديشار لقيادة الهجوم الأحمر. واستقر المدير الفني على ملامح التشكيل، حيث يحتفظ كل من محمد الشناوي ومحمد هاني وكريم فؤاد واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي اماكنهم في التشكيل الاساسي للفريق. وحرص عماد النحاس على عقد جلسه خاصه مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق مران الاخير، أكد خلاله على ثقته الكاملة في قدراتهم وطالبهم بإغلاق صفحة الفترة الأخيرة والتركيز فيما هو قادم والعمل بروح الجماعة لتخطي عقبة إنبي واستعادة الانتصارات خلال المباريات القادمة. وشدد النحاس خلال محاضرته على أن إنبي من الفرق التي تجيد اللعب أمامنا ولن تكون مباراة سهلة على الإطلاق، ولا بد من استغلال خبراتنا في خطف النقاط الثلاث والتأكيد على أننا هدفنا واحد هو الفوز بالمباريات. رغم إعلان التنحي، محمود الخطيب يفاجئ جمهور الأهلي بقرار جديد. أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حضور الجمعية العمومية للنادي الأهلي المقرر لها يوم 19 سبتمبر الجاري، رغم إعلانه في وقت سابق التنحي والابتعاد عن النادي وعدم خوض انتخابات الأهلي المقبلة. وقال الخطيب في رسالة نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أنه سيكون في مقدمة الحضور للجمعية العمومية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل النادي واستقراره والحفاظ على مسيرته. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي ناشدهم فيها بضرورة الحرص على حضور الاجتماع الخاص للجمعية يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025. وأكد الخطيب ثقته الكبيرة في أعضاء الأهلي الذين لم يتأخروا يوما عن تلبية نداء ناديهم، لا سيما وأن حضور هذه المرة يمثل أهمية كبرى للمشاركة في رسم مستقبل النادي واعتماد لائحته الخاصة. وأشار إلى أنه سوف يكون في مقدمة الحضور، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل النادي واستقراره والحفاظ على مسيرته.